بأجواء ملتهبة ومساكن مشيدة في الغالب من الصفيح يعيش الغجر بمحافظة ديالى. وبعد أن كانوا يمتهنون إقامة الحفلات وجلسات السمر كمصدر للعيش، تخلوا عن ذلك مجبرين خشية من التصفية الجسدية ليعملوا بمهن مختلفة، لكنهم ومثل ما يبدو هنا يعانون ضنك العيش. الغجر يستاءون كثيرا من ازدراء البعض لهم ونظرات الاحتقار التي تفاقمت خلال رمضان بسبب صيام الغالب منهم مثل ما يتحدثون. اي غجر يقولون كاوليه، ليش كاوليه؟ احنا كنا اسلام، كاوليه والعرب والشيعه والسنه ماكو فرق، كنا الله خالقنا اسلام، كنا خالقنا الدين واحد، وهسه كنا صايمين، ليش انتم استثناء وانتم كاوليه ما اعرف شنو؟ يعني ناس تلم خواطي، ناس يعني تشتغل بالصناعه هنا، وشلون يعني مدبرين هو هذا رمضان، يعني بس مدبرين حق الفطور هذا رمضاني. الغجر او ما يسمونهم بالعاميه الكاوليه يعانون من عزلة اجتماعية ونفور من الآخرين، ولا أحد يرغب بجوارهم. يشعرون بالألم كثيرا عندما ينصب أحدهم نفسه وصيا عليهم يحرم صيامهم وصلاتهم في رمضان، رغم أنهم ملتزمون بتعاليم الإسلام مثل ما يقولون، فهم لم يتورطوا بعمليات عنف أو السطو على الممتلكات العامة والخاصة. من يقول هذا غجري مثلا، هذا شلون صايم، احنا احسن من هذا الكلام، لان لا بقنا ولا سلبنا ولا طلعنا التلفزيون على الشاشه مثل ما هم طلعوا. سمعان يقول اي شوف هالكاولي صار يصلي ويصوم، قلت ليش الكاولي اشرف، الكاولي عندنا دين واسلام الحمد لله والشكر، ما بقنا ما كش ما سوينا، ما سلبنا بالشوارع والنار كلها نشحذ ونشتغل وما عدنا. عزل الغجر بمناطق بعيدة عن المدن ونظرات الازدراء إليهم وحرمانهم من واجبات فرضها الخالق في رمضان ممارسات تتعارض مع تعاليم الإسلام بحسب مثقفين. أعتقد مو الإنسان اللي يحدد، هناك رب للبشرية جمعاء على هذه الأرض هو من يحدد أنه الصيام مقبول أو غير مقبول، لكن أنه عملية تحريم أنه الغجر هل صيامهم مقبول أو غير مقبول من قبل عامة الناس أو بعضها أو من لا يفقه في هكذا مسميات أو هكذا تحريم، أعتقد أنه هذا شيء منافي للأخلاق ومنافي أيضا للأعراف الدينية والسماوية. يتحدثون بألم ويتساءلون كيف يستاء البعض عندما نتقرب إلى الخالق ونستذكر واجبات فرضها علينا في رمضان، رغم أننا مثلهم ومثل بقية البشر في بقاع المعمورة، وإن كانوا يصفوننا بالغجر أحيانا لكننا لم نسطو على ممتلكات الغير رغم ضنك العيش. من مدينة بعقوبة مركز محافظة ديالى، هادي العنبقي، الحرة.